بسم الله، اللهم صل على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. اخوه الاخوات، سلام الله عليكم اجمعين ما كنتم. اليوم يوم جديد وعمل جديد. اليوم ان شاء الله غنخدموا هذا الموديل اللي كيف ما تلاحظوا تيجي من الاكسسوارات الرائعه جدا في المناسبات والافراح. نتمنى يا رب تكون ايامكم كاملها افراح ومسرات يا رب العالمين. وفي هذا العمل نحتاج الى اذا وعلى بركه الله نبدا. اول حاجه تناخذوا المقبض ديال الشعر ديالنا. نتوما اختاروا اي نوع، انا اختاريت هادو اللي شويه تقريبا القياس ديالو 9 سنتي. تناخذوا هو باش نديروا الطبقه الاساسيه ديال الديكور ديالنا. اذا بالاستعانه بالغراء غنحاول اننا نلصقوا بالاعتماد على اننا نفس العمليه تنعملوا. غنحرقوا الجوانب باش ما تفتحش معنا. تنبداو اننا نوضعوا الغراء على هذا الشكل. و لي زيسترات ديالنا تنقطعوهم على اساس بحال هذا الشكل كيف ما تيبان لكم. تنقطعوهم هكا. انا خديت خمسة ديال الشرائط ديال لي زيستراس الخاصه بالمناسبات. فغنحط لكم ان شاء الله موديلات رائعه جدا. انتظرونا وانتظروا فيديوهاتنا، ونشكركم جزيل الشكر للدعم الغير مشروط. شكرا لكل واحد دعمني الصراحه من قريب ومن بعيد، فانا تنشكرو جزيل الشكر. بالغراء نلصقوا لي زيستراس ديالنا. المهم اذا تنجيو لهاد الطرف كذلك وتنعملوا شويه د الغراء وتنجيبوا لي زيستراس فوق لي زيستراس ديالنا. والمستوى الرابع من التزيين اللي هو تعتمد على هاد الورود كيف ما تيبان لكم هي هذه. غنجيبوا قطعه قماش كيف ما كانت، غناخذوا فيها خمسة ديال الدوائر. تقريبا الحجم ديال الدائره عندنا خمسة ونص، تقريبا 5 ونص الحجم ديال الدائره. غنجيبوا غناخذوا اننا نقادوا هاد الوريدات ديالنا كيف ما تيبان لكم. وهذا ان شاء الله غير غنوريكم واحد الطرف طريقه على هذا الحال حتى نكملوا كامل الاطراف ديالنا ديال هاد الورود ديالنا. يعني تقريبا 5 دوائر كيف ما تيبان لكم. اذا قلت هذا باش نوصلوا لهذا المستوى تقريبا قلنا عندنا خمسة ديال الدوائر. 5 ديال الدوائر. اذا غنجيو لهنا نهايه الدائره الخامسه وغنعملوا غنسدوا الدائره ديالنا. اذا نحصلوا على هذا الشكل كيف ما تيبان لكم. على فكره تقدروا تعمروا هاد الدوائر، تقدروا تعملوا فيهم عقيق بالالوان. غيجي اكثر من رائع. غير انا خليتهم سامبل، اما تقدروا تدخلوا فيهم العقيق، تعمروهم بالعقيقات مع انهم شفافين غيبان فيهم العقيقات.
المستوى الاخير ان شاء الله اللي بقى لنا من التزيين هو هاد الوريضات كيف ما تيبان لكم هما هادو. انا غنحاول انني نعمل معكم دابا بعجاله غير باش ما نتقلوش الفيديو باش ما المهم تناخذوا شرائط الدونتيل على هذا الشكل، على شكل تقريبا وريضاتني تشبه الورود على هذا الشكل. غنقصوهم كل واحده على طرف، غنبغيو فيهم يعني تقريبا 3 أو 4 احجام تقريبا. غناخذوا عقيقه كيف ما عندكم العقيق، كيف ما كان نوع العقيق سواء كبيره ولا صغيره، المهم اللي متوفر عندكم. تنحاول اننا نمروا على هاد الاطراف كاملها باش ما يكونش عندنا اذا الثالثه كذلك. اذا انا غنوريكم طريقه العمل ديالهم. تناخذوا الغراء وتنعملوا العقيقه في الوسط وتنجمعوا الورده ديالنا. نفس الطريقه غنعتمدوها حتى نحصلوا على ورده بحجم صغير وانيق ورائع جدا في المنظر. نفس الطريقه تنجيبوا الاولى وتنعملوا فيها. وعلى فكره هذا يقدر يدخل حتى في محبات الطرز، تنوظفوا حتى في الطرز، مثلا عمل وريضات صغيره. اذا بغيتوا نتوما تزيدوا مازال وحده اخرى ماشي مشكل، المهم انا تكتفي بثلاثه تيجيو في المنظر حلوين وتيجيو زوينين وبساط حتى في المنظر. اذا بغينا جوج، بغينا تقريبا بغينا ثلاثه في هذا الشكل. اذا بالاستعانه بالغراء غنزينوا الورده ديالنا. وتتجي اكثر من رائعه على هذا الشكل. اذا نجيو للتزيين ديال الشكل ديالنا، غنحط وحده على هذا الشكل والثانيه كذلك غنجيبوها لهنا. اذا تنحصلوا على هذا الشكل تنجيبوا المريضه كذلك لهنا. يبقى لنا واحد الجزء ديال اننا غناخذوا كذلك لي زيستراس على هذا الشكل تقريبا نقولوا 15 الحبه. انا غنعطيكم غير العبارات باش حتى الا عملتوا هذا الشكل ما تلقاوش صعوبه انكم تحدوا العبارات. اذا تنجيو لهذا الطرف ديال الشكل وتنعملوا
وتنعمل فيه هاد لي زيستراس باش يعطي منظر جميل. وفي الاخير لا يسعني الا الشكر ديالكم. نتمنى تعجبكم الفكره، نتمنى تطبقوها، وما تنسوناش الخوت من الدعم ولي لايك. وشكرا لكل واحد ساهم من قريب ومن بعيد في الدخول لقناتي ودعمي. فاش غنقول لكم شكرا لكم بزاف، فرحتوني، الله يفرحكم. شكرا لكم من اعماق القلب الصراحه، شكرا لكم بزاف. والى فيديو ان شاء الله لاحق. نتمنى تكون احوالكم طيبه يا رب العالمين، نتمنى لكل واحد فيكم الخير. والى فيديو ان شاء الله مقبل، وحنا في سلسله عمل هذا النوع من الاكسسوارات. نتمنى لكم يا ربي تكون ايامكم افراح ومناسبات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.